السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباحنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط. صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الملح في أي بيت في الدنيا دايما متعودين إن الملح للأكل، الملح للمأكولات، الملح للطبخ. طب ايه رأيكم بقى النهاردة هقولك على فوائد للملح جديدة على حضرتك وتعرفهاش لسه، مش بس للطبخ، لا هتنفعك في حاجات تانية كويسة جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة، الناس اللي بتحب تشوي على الفحم، لما بتولعي الفحم وتلاقي النار ولعة طبعا استحالة تحطي شبكة الفحم أو شبكة الشوية بتاعة الفراخ أثناء النار ما تكون ولعة. لازم تطفي الأول الفحم علشان تبدأي تحطي الفراخ عشان طبعا ما تتحرقش منك. طيب أقولك على طريقة حلوة جدا بسهولة جدا تطفي النار، سهل قوي. ترش عليها شويه من الملح وبكده النار هتطفي معاكي، وهتبداي تحطي الشبكه بتاعتك بكل سهوله على الفحم وتشويها بكل سهوله. بتقلي حاجه على البوتاجاز وبتخافي ان الزيت يتطاير على البوتاجاز ويبهدل الدنيا، رشي شويه ملح في الزيت وان شاء الله اي قليه بتقليها ان شاء الله مش هيتطاير الزيت خالص. وجربي وهتدعيلي. عندك طاسه او صينيه عامله فيها كفته، عامله فيها اي حاجه سمينه فيها دهون كتير، مش عارفه تنضفيها ازاي وعماله تبص لها ومستغربه شكلها وخايفه تدخلي على تنظيفها. بكل سهوله رشي فيها شويه من الملح، حطي شويه من الماء السخنه وبالسفنجه وابدأي امسحي كل الزيوت اللي في قلبها او الدهون، هتطلع معاكي بكل سهوله. وادعي لي دعوه حلوه من قلبك. عندك سكينه المطبخ بتاعتك تلمة مش بتقطع معاكي خالص، لك على فكره حلوه جدا. كوباية من بتاعة شرب العصير فيها مية، معلقتين من الملح، هدوبهم كويس. حط فيها السكينة من بالليل للصبح. بعد ما تطلعها من المية هبدأ انشفها بفوطة بتاعة المطبخ، واقلب مج صيني او طبق من الصيني وابدأ اسن السكينة بتاعتي على المج الصيني. بكده هتتسن معايا بكل سهولة وبسرعة جدا وتبقى معايا حامية جدا. اتكسرت منك بيضة، سواء على الأرض في أرضية المطبخ أو على الرخامة أو في باب التلاجة. طبعا عارفين ان البيض بيضايق شويه لما بتيجي تنضفيه مكانه، او بيبقى تيجي تمسكيه كده بيبهدل الدنيا وبهدل فوطه المطبخ والكلام ده كله. انا اقول لك على فكره حلوه جدا، قبل خالص ما تمسكي بفوطه المطبخ رش عليه شويه من الملح. الملح هيشد الرطوبه كلها اللي في البيض وتقدري تمسكيه بكل سهوله جدا. ممكن تلميه بالفرشه والجاروف سهل جدا، وبعد كده تصبني مكانه وتغسلي الفرشه والجاروف بكل سهوله ومش هيضايقك تاني. عايزه الرز بتاعك تحافظي عليه خصوصا في الصيف، خصوصا في الحر، ورشي على وشه شويه من الملح. ده طبعا بجانب الطريقه اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي ورق اللوري او القرنفل مع الملح. الاتنين بيعملوا ان هما ما يسوسوش الرز معاكي ولا يدود معاكي طول فتره الصيف. الناس اللي عندها مداخل مفتوحه، مدخل مفتوح ومبلطاه بلاط، بتشوفي مرة تلاقي طالعة بين البلاط كده زرعة كده، لأن طبعا بالندى اللي بينزل أو الشتا اللي بينزل ممكن يطلع معاكي الموضوع ده بكل سهولة عادي جدا، متوقع يعني. فتقدري حضرتك تتخلصي من موضوع الزرع اللي بيطلع بين حروف السيراميك، خصوصا في المداخل اللي هي المكشوفة. تمام، بانك بترشي على النبته ديت او الزرعه دي شويه من الملح وتسيبيها يوم، تاني يوم بتلاقيها نشفت ومكانها مش بيطلع مكانه تاني اي زرعه، وبالتالي بتتخلصي من الموضوع ده تماما. الناس اللي بتخبز في الافران الغاز او الافران البلدي، تمام، لما بنيجي نخبز وساعات بتبقى العرصه بتاعه الفرن او الصاجه بتاعه الفرن رقيقه فبتحرق معاكي العيش او بتلزق العيش، بيلزق معاه العيش. بنعمل ايه؟ بنجيب شويه من الملح وننطرهم او نرشهم على ارضيه الفرن، بعد كده بنبدا نعمل نخبز العيش عادي جدا. وبرده الملح مفيد جدا في النقطه دي، ما بيخليش العيش يلزق معاكي اثناء الخبيز. بتغسلي هدوم، انصحك وانت تغسلي هدوم مع المسحوق حطي دايما معلقه كبيره من الملح. طب ليه قالوا المعلقه؟ الموضوع ده في ناس كتير جدا سالتنا عن الموضوع ده ورديت عليها. الملح بيطلع كل الطاقه السلبيه اللي موجوده في البيت، خصوصا الهدوم بتاعتنا. تمام، ممكن حضرتك تعدي على اي ميه مرشوشه على حاجه مش كويسه. الملح بيثبت اللون بتاع الالوان بتاعه الملابس،
غير كده بتطلع كل الطاقة السلبية اللي فيها، وجربوها ان شاء الله. وده فوائد الملح، حبيت افيدكم بيها. شكرا لحضراتكم، بشكركم جدا على ال5 دقايق دول. ويا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.